السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة يا حبايبي احنا هنعمل معاكم الزبادي. ده كيلو لبن. تمام. هبتدي اغليه واسيبه يهدى خالص لدرجة يكون احط صباعي فيه ما يتلسعش، يكون دافي زي ما بيقولوا دمعة العين. دافي، اللبن دافي مش سخن، عشان لو سخن البكتيريا اللي احنا هنحطها اللي هي الخميرة بتاعت الزبادي هتموت، فمش هيتعمل زبادي. فاهم حاجه ما يكونش سخن، يكون دافي. معايا كوبايه زبادي المراعي زي ما انت عايزه حباها، شركات او بلدي عادي. بس انا بحب المراعي عشان يطلع كريمي خالص. وهضربه في الخلاط ضربه كويسه مرتين تلاتة كده. وبعد كده هبتدي اجيب الحاجات اللي انا احط فيها، ان كان عندك علب او كوبايات انا هحطها في الطاجن واحطهم في صينيه واقلب كده زي ما انتوا شايفين الخلاط عشان القشطة تتوزع، ومش هاملة كله وهروح الناحية التانية عشان القشطة بتاعة الزبادي ما تتحطش في كوباية واحدة او اتنين والباقي لا، تتوزع بايه متساوي مع بعض. والصينية هنحطها ليه، نحط القوالب في الصينية ليه؟ عشان هنحط فيها مية سخنة عشان للتخمير. كده انا كله عملت معايا بالظبط 9 كوبايات. مش مالية الطاجن قوي، طبعا هيهبط عن كده. طبعا انا بشيل اللي هو الطاجن عشان احط الميه السخنه تكوني محضراها جنبك، ويكون الفرن دافي بالسخن زي ما اتفقنا. الميه سخنه ننزلها، ودي التلاتة تانيين نحطهم في صينيه تانية كده عشان لازم نعمل لها اللي هو الحمام السخن ده بالميه السخنه. تمام. وهنحطهم في الفرن بالظبط. خد مني 3 ساعات تخمير. وهوريهولكوا اول ما طلعته من الفرن على طول. بصوا عامل ازاي وعامل قشطه، هو طري لسه بس انا بوريكم بهزه اهو، مش بيتحرك ويروح يجي معايا، ماسك نفسه. بس طبعا لما هحط في التلاجة هيمسك اكتر. تمام. انا كنت هنا عندي غطيان بلاستيك، حطيتها غطيت بيها الطاجن وحطيته في التلاجة. وبعد كده طلعت اوريهولكوا بقلبهولكوا اهو من كل الاتجاه. وعامل وش قشطه جميل جدا وطعمه خرافه، كريمي كريمي كريمي. انا هدوقه معاكم ومغذي ونضيف. طبعا اي حاجه في البيت انا مش هقول لكم بقى، يعني كلنا بنحب برضك الحاجات الجاهزه، بس يعني اللي يقدر بقى. هو سهل ما فيهوش اي تعب، ما خدش 10 دقايق مني. انا عماله اكل من طعامته تحفه مش قادره اقاوم. انا هنا بوريكم القشطه، بقول لكم قد ايه ان هو كريمي وجميل. ومغذي طبعا وحاجه نظيفه في البيت. ويا رب يكون كنت خفيفه على قلبكم النهارده. وهو طريقته كده سهله جدا. ويا رب اكون نلت رضاكم. متنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه. وكل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير. واسيبكم في رعايه الله وحفظه وامنه.